بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في الحديث عن سلسلة في شرح الأحاديث النبوية الشريفة. إليكم شرح حديث نبوي شريف الذي يحذر من الفتن. روى الإمام مسلم عن عثمان الشحام قال: حدثني مسلم ابن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ أي أبي بكرة. قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قالت: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء. هذا أبي بكرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن له شيء، ما عنده حتى شيء، لا إبل لا غنم، حتى يذهب إليها ويترك تلك الفتن ويبتعد عنها. فمن لم يكن شيء من ذلك، قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة. هذا الحديث الذي رواه مسلم، وسنشرح هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. إنها ستكون أي بمعنى إنها ستحدث. هذه الفتنة ستحدث الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، أمور غيبية. قال: إنها ستكون أي إنها ستحدث وإنها تقع لا محال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذه الفتن بأنها ستقع وستحدث، وهي واقعة لا محال، وهي وقعت في زماننا هذا. إنها ستكون فتنة. والفتنة ما هي الفتنة؟ الفتنة هي المحنة. الفتنة بمعنى الاختبار، الفتنة بمعنى الفضيحة، الفتنة بمعنى البلاء. الفتنة كل مكروه فهو فتنة، كل ذلك يصب في هذه الفتنة والعياذ بالله. وهناك أنواع من الفتن، هناك فتنة الشبهات، وهناك فتنة الشهوات، وهناك فتنة الأموال والأولاد، وهناك فتنة القتل والنزاعات. أولها فتنة الشبهات. فتنة الشبهات وهي بمعنى الأفكار. تجد إنسان يحمل أفكار تفسد العقيدة، هذه فتنة، وتسمى بفتنة الشبهات. ويعني هذه الأفكار الخاطئة، تجد إنسان عنده أفكار خاطئة في دماغه التي تفسد العقيدة، وهذه تسمى بفتنة الشبهات أو الشكوك. كذلك هناك فتنة الشهوات. فتنة الشهوات وهي المغريات والملذات التي تدعو الإنسان إلى المعصية، والتي تقع الإنسان في المعصية، ترى مغريات، وكذلك إغراءات للنفس مما يؤديك إلى المعصية، تسمى بفتنة الشهوات. وكذلك فتنة المال والأولاد، وهو ابتلاء مما يقصر الإنسان عن طاعة الله عز وجل بانشغاله بالمال وغير ذلك من زينة الحياة الدنيا، وتنشغل عن طاعة الله. هذه فتنة.
وكذلك فتنة القتل والنزاعات، يعني هذه الخصومات واختلاف الكلمة مع البعض، عوض أننا نجتمع في كلمة واحدة تجد الاختلافات التي تفرق هذه الأمة، وتسمى بفتنة القتال والنزاع، مما يؤدي ذلك إلى سفك الدماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها. هذه الفتن التي تقع والتي في زماننا والتي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، يكون المضطجع، والمضطجع وهو الإنسان الذي هو نائم على فراشه، يكون هذا الإنسان النائم على فراشه خيرا من الجالس. لماذا هذا المضطجع خيرا من الجالس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس. يعني هذا الإنسان النائم لا يرى، تجده نائما ما يشوفش وش يقع في هذه الفتن، وما يسمعش، بخلاف الإنسان الجالس اللي ثابت، اللي قاعد في مكان. والجالس وهو الإنسان الغير المتحرك، وهو الإنسان الثابت. هذا الإنسان الذي تجده نائما فإنه لا يسمع ولا يرى كما يرى الإنسان الجالس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالس خيرا من القائم. هذا الإنسان الذي تجده في مكان معين ثابت ما يتحركش، راهو خير من إنسان اللي هو قائم، اللي هو قائما لهذه الفتنة ولكنه بعيد عنها، الذي يدعي إلى الفتنة ولكنه بعيد. تجد الإنسان الذي هو ثابت في مكانه غير متحرك لا يسمع ولا يرى كمثل الإنسان الذي هو قائم ويدعي إلى الفتنة ولكنه بعيدا عنها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقائم خيرا من الماشي. هذا الإنسان القائم والذي مشرف على الفتنة ولكنه بعيدا عنها خيرا من الماشي الذي يذهب إليها برجليه، لأن الماشي فهو في الفتنة، فهو يرى، فهو يسمع، خيرا من الإنسان القائم الذي هو بعيد عن الفتنة ولا يسمع ولا يرى. شفت؟ النائم لا يرى ولا يسمع كمثل الجالس الذي هو ثابت غير متحرك. وهذا الإنسان القائم الذي يدعي إلى الفتنة وبعيد عنها خير من الإنسان الذي يمشي إلى الفتنة، لأنه يسمع ويرى أكثر من الإنسان الذي هو بعيد عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والماشي خير من الساعي. هذا اللي يمشي إلى الفتنة برجليه أفضل من الإنسان الذي يسرع إليها بركوب، سواء كان بركوب أي شيء يركب عليه ويذهب إلى هذه الفتنة. وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو بكرة؟ قال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ ماذا أفعل إذا وقعت هذه الفتنة؟ أين أذهب إذا وقعت هذه الفتنة؟ قالت: من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال لك عندما تكثر الفتن وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: من كانت له غنم، وهذه كناية على أن الإنسان يعتزل الفتن ويذهب إلى البوادي أو المكان البعيدة بعيدا عن الصراعات والفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له إبل فليلحق بإبله. انشغل، عندك مزرعة انشغل بها، عندك شيء تنشغل به انشغل به، ولا تنشغل بهذه الفتنة التي فيها الصراعات والتي
تؤدي إلى الإنسان إلى ما لا يحمد عقباه. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قالوا فمن لم يكن له شيء؟ والإنسان ليس له أي شيء يذهب إليه، اللي عنده إبل يروح الإبل، اللي عنده غنم يذهب لغنمه، اللي عنده أرض ومزرعة منشغل بها. ومن لم يكن له شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاه فليعمد إلى سيفه، فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يكسر السلاح نتاعو، وكناية على ترك القتال. أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أنك تترك القتال عندما يكون القتال بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يجوز الذهاب، ويعني أن الإنسان يذهب إلى هذه الفتنة وفيها قتال بين المسلمين ويكون حاضرا فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكرة، وليس لأبا بكرة وللمسلمين عامة، قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينجو ما استطاع النجاة. هذا إخوة الإيمان باختصار شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر من الوقوع في الفتن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن ستوجد وستقع وحادثة، ونحن فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد عنا هذه الفتن. وفي حديث آخر إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.